الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة بره الصندوق. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله الحلقة دي حلقة نارية. هنتكلم بس الاول عن الاخبار اللي احنا هنقولها النهاردة، ومن داخل الاخبار اللي احنا هنقولها النهاردة هنرد على اعلامي نادي الزمالك. احمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الاهلي الجديد. تطور مثير في أزمة إيقاف كهربا. بالمناسبة احنا معانا خبرين لكهربا. عودة كهربا لنادي الزمالك، ده الخبر الثاني بتاع كهربا. عودة كهربا لنادي الزمالك. الأهلي يستعد لتنفيذ أحد أهم مطالب مارسيل كولر. إمام عاشور ورضا سليم مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي في السوبر الأفريقي. تعليق ناري لخالد الغندور على صفقة أنتوني موديست. رسميا مرتضى منصور خارج الزمالك 4 سنوات، وهتاف الأعضاء العزبة راحت. طلب منتخب مصر للكاف بعد زلزال المغرب. كولر يخطر إدارة الأهلي بإنهاء صفقة أوروبية جديدة. كولر محتاج صفقة أوروبية جديدة، واستقروا عليها واتكلموا عليها. أول حاجة معنا أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد. أعلن اللاعب أحمد حسن عن رأي كولر في أنتوني مهاجم الأهلي الجديد، وقال: كولر لم يتحفظ أو يعترض على سن أنتوني ولم يكن عائق نهائيا، ويرى أن اللاعب في فورمة جيدة. كولر ما عندوش مشكلة من ناحية أنتوني موديست، وشايف أن اللاعب كويس وفورمته كويسة. 2. تطور مثير في أزمة إيقاف كهربا. الفيفا كانت ده مهلة لمحمود كهربا لمدة 60 يوم، يا إما يدفع الغرامة لنادي الزمالك يا إما يتوقف، يا الدفع يا الإيقاف. قال خبير اللوائح وانتقالات اللاعبين عامر العمايرة أن إيقاف محمود كهربا قد يتأجل ربما لمدة موسم كامل، مثل ما حدث في الموسم الماضي. لو محامي كهربا لم يطلب حيثيات الحكم ومر 60 يوم هيتم إيقافه. 60 يوم اللي المهلة خدناه، لو المحامي ما طلبش حيثيات الحكم هيتم إيقافه 60 يوم. طيب لو طلب حيثيات الحكم هيديله مهلة لمدة شهرين، هم 60 يوم. بعد 60 يوم هنشوف بقى النطق بالحكم، يا الدفع يا الإيقاف. طيب ايه السبب اللي هيخلي كهربا يفضل او يقعد يلعب موسم كامل؟ بتاع كهربا لما يطلب حيثيات الحكم هيطلب معاها استئناف الحكم. طلب حيثيات واستئناف الحكم. طلب الحيثيات والاستئناف هيدي مهلة سنة كاملة للاعب، من حقه يلعب ويشارك طول السنة كاملة في أي بطولة لحين انتهاء السنة. لو محامي كهربا لم يطلب حيثيات الحكم ومر 60 يوم هيتم إيقافه. بس أي محامي لو لسه بادئ الشغلانة لو طلب حيثيات الحكم فقط بدون أي إجراء قانوني يتخذ المدة المسموح بها، وهي الشهرين اللي هم 60 يوم فقط. أما لو طلب حيثيات الحكم واستأنف فكده كهربا هيفضل يلعب لغاية ما يبت فيها من المحكمة الرياضية الدولية، وده هيكون مع نهاية الموسم، ودي أكيد طلبها محامي كهربا. ده بالنسبة للغرامة، أكيد محامي كهربا طلب. الخبر الثاني بتاع كهربا، وده بالنسبة لنا المفاجأة يعني. طلب أمير مرتضى من اللاعب محمود كهربا إنه يرجع نادي الزمالك تاني. في المقابل، إيه هو المقابل؟ طبعا الغرامة هتسقط مع كهربا، مش هيبقى في غرامة مش هيدفعها نادي الزمالك. ده غير الامتيازات اللي هياخدها في العقد، زيادة العقد بتاعه والراتب والإعلانات والدعاية والكلام ده كله. ده اللي طلبه أمير مرتضى. طيب كان رد اللاعب إيه؟ تجاهل الرسالة بتاعت مرتضى تماما، بتاعت أمير مرتضى تماما، ورفض فكرة إن هو يرجع لنادي الزمالك رفض قاطع. يعني كده كهربا مش هيرجع الزمالك تاني. يعني شوف لك حاجة تانية.
الأهلي يستعد لتنفيذ أحد أهم مطالب مارسيل كولر. قرر مسؤولين بالنادي الأهلي الاستعانة بشركة أجنبية لعمل إصلاحات في أرضية ملعب التتش خلال توقف الدوري في يناير المقبل لارتباط المنتخب الوطني ببطولة أفريقيا التي تقام مطلع 2024 في الكوتيفوار. يعني شركة أجنبية، الأهلي استعان بشركة أجنبية عشان تظبط أرضية التتش. الكلام ده هيبقى في شهر يناير الجاي إن شاء الله. إمام عاشور ورضا سليم مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي في السوبر الأفريقي. إمام عاشور جاهز وبصورة جيدة للتواجد في تشكيل الأهلي الأساسي رفقة مروان عطية وديانج أمام اتحاد العاصمة الجزائري ماتش السوبر الأفريقي. كده إمام عاشور جاهز بنسبة 100%، مفيش إصابات، برفقة مروان عطية وديانج أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي. واللاعب أصبح جاهز وليس مصاب. أما بخصوص اللاعب رضا سليم حتى الآن يفتقد التجانس مع اللاعبين في الأهلي، ولكن هناك رغبة من كولر بأن يعطيه بعض الوقت في السوبر الأفريقي يوم الجمعة القادم الموافق 15/9. كولر مصمم أنه هيدي رضا سليم بعض الوقت في ماتش السوبر. نشوف بقى التعليق بتاع خالد الغندور اللي علقه على مهاجم الأهلي الجديد، ونشوف. علق الإعلامي خالد الغندور على صفقة الأهلي الهداف الجديد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب خالد الغندور: من وجهة نظري صفقة مميزة للنادي، صفقة مميزة للنادي، متشكرين يا سيدي. اللاعب الهداف عملة نادرة والسن ليس له أهمية، ومعظم هداف العالم كملوا في الملاعب لمراحل سنية كبيرة لصعوبة تعويضهم، والأهم من ده قدرته على التأقلم مع الأجواء الأفريقية المختلفة تماما عن أوروبا اللي قضى فيها عمره الكروي، ولذلك لا تحكم على اللاعب قبل أن يبدأ، انتظر الملعب هو الفيصل. ورغم عقده المرتفع لكن الميزة أنه لاعب فري حر، وبالتالي لم تدفع الإدارة لشرائه من نادي. كلام حلو، بس خليك فاكر الكلام اللي انت قلته عشان ما نرجعش نغيره. واحنا نتمنى ان انطوني موديست يكون من اللعيبة اللي هي بتحافظ على اللياقة البدنية بتاعتها باختلاف السن. رسميا مرتضى منصور خارج الزمالك 4 سنوات، وهتاف الأعضاء العزبة راحت. بعد ما اتقفل باب الترشح لرئاسة نادي الزمالك استبعاد مرتضى منصور، الجماهير كلها هتفت ضد مرتضى منصور. العزبة راحت. مش بس كده، ده كمان كسروا صور مرتضى منصور اللي في النادي. أغلق منذ ساعات باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقرر لها يوم 20/10، وأصبح بهذا الأمر مرتضى منصور بشكل رسمي خارج نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة في ظل عدم تقدمه بأوراق الترشح. وفي المقابل هتف أعضاء الجمعية العمومية بقوة بعد غلق باب الترشح بشكل رسمي. العزبة راحت في إشارة كتصريح مرتضى منصور السابق: أنا صاحب العزبة. هي المشكلة هنا بقى مش إن مرتضى مش هيرشح نفسه، هي المشكلة هنا بقى إن بعد الهتافات اللي حصلت من الجمعية العمومية وتكسير صور مرتضى منصور كانوا مستنيين إن الباب يقفل. ليه كانوا مستنيين إن باب الترشح يقفل؟ لأنهم خايفين. والله خايفين يهتفوا ضد مرتضى منصور قبل الباب ما يقفل ويتفاجئوا إن مرتضى منصور مرشح نفسه، وفي الحالة دي هيبقى العد التنازلي بتاعهم بدأ. طلب منتخب مصر للكاف بعد زلزال المغرب. كشف مصدر في منتخب مصر عن قرارات بشأن ودية الفراعنة مع منتخب تونس يوم الثلاثاء القادم الذي يقام على استاد الدفاع الجوي بعد الزلزال الذي ضرب المغرب وأسفرت وفاة ما يزيد عن 1000 شخص. وقال المصدر: خاطبنا الاتحاد الافريقي لكرة القدم للوقوف دقيقة حداد، هيقف دقيقة حداد
قبل ودية تونس على أرواح ضحايا زلزال المغرب، وننتظر رد الكاف بشكل رسمي، وإن كان الاتحاد الأفريقي وافق مبدئيا، بس مستنيين الرد الرسمي أو خطاب رسمي من الكاف. كولر يخطر إدارة الأهلي بإنهاء صفقة أوروبية جديدة. بات النادي الأهلي على موعد مع حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد، بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني. وأبلغ مسؤول النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سرعة حسم صفقة التعاقد مع اللاعب مصطفى أشرف نجم نادي بروسيا الألماني خلال الميركاتو الحالي. وأكد كولر أن اللاعب مرحب بشدة بالقدوم إلى القلعة الحمراء بعد الحديث معه بصفة شخصية لإقناعه بارتداء القميص الأحمر. ويجيد مصطفى أشرف اللعب في مركز صانع ألعاب داخل المستطيل الأخضر. دي صفقة كولر محتاجها ولا غنى عنها، وبالفعل الأهلي اتحرك لإنهاء الصفقة. بالنسبة بقى للإعلاميين، بالنسبة لإعلام نادي الزمالك اللي بيطلع يقول لك احنا كسبنا التصريح ده قديم بالمناسبة، بس احنا هنرد على إعلاميين نادي الزمالك في كل كلمة هيقولوها. اللي طالع انا معرفش اسمه بصراحة اللي بيتكلم ده، لان انا اول مرة اشوفه، معرفش اصلا، ما سمعناش عنه حتى في طبق اليوم. اللي طالع يقول الاهلي ايه المشكلة لما احنا كسبنا الموسم اللي فات والموسم دوت، وان شاء الله نكسب الموسم اللي جاي، وان شاء الله الاهلي يخسر الموسم اللي بعده، وان شاء الله نكسب احنا اللي بعده والاهلي يخسر اللي بعده. ده عند مين ده؟ لان هي الرياضة في النهاية، المنافسة بين الاهلي وبين نادي الزمالك هو الرياضة، مكسب وخسارة. احنا كسبنا الدوري السنه اللي فاتت وكسبنا الدوري السنه دي، وان شاء الله نكسب الدوري السنه الجايه، وهم يخسروا السنه اللي بعدها واحنا نكسب السنه اللي بعدها، وهم يخسروا السنه اللي بعدها. يعني هي دي الرياضه كده يا كابتن طارق. يعني ايه المساله؟ ما في مش حكر على حد. الاداره هنا بتاعه نادي الزمالك تفوقت على الاداره بتاعه النادي ايه المشكله؟ نحاول ان هي اداره النادي الاهلي تتعلم من اداره الزمالك عملوا ايه، فكروا ازاي وخططوا ازاي بعد ما كانت الدنيا واقعه عندهم، عشان ان هم يعملوا نفس النموذج في النادي الاهلي. يطلبوا يعملوا معايشه، ما يعملوا يعني والله يطلبوا يعملوا معايشه. والمستشار مرتضى منصور بيرحب يعني، وقال مد ايده يعني. ممكن اداره النادي الاهلي تطلب ان هي تعمل معايشه عند نادي الزمالك، ان هو يبقى يتعلم اصول الاداره الحديثه، لان في حاجات كتير اتغيرت في المفاهيم الاداريه الرياضيه، فاعتقد مش عيب ان انت تتعلم يعني. انتوا اقصى طموحكم ان انتوا تاخدوا دوري كل 15 سنه مره. اقصى طموح عندكم ان انتوا تاخدوا دوري كل 15 سنه مره. وان كنت ناسي افكرك، الموسمين اللي انت خدت فيهم الدوري خدتهم بايه؟ اقول لك انا بقى انت خدت الدوري ازاي. خدتهم بالحكام المصريه، ده رقم واحد. خدتهم بالحكام المصريه، خدتهم بالاحتواء، خدتهم بروح البروتوكول اللي احنا ما سمعناش عنها في اي حته في الدنيا في العالم كله. يعني ايه روح البروتوكول؟ تقول لي احنا نكسب السنه دي والسنه اللي بعدها، والاهلي يخسر اللي بعدها، واحنا ناخد اللي بعدها، والاهلي يخسر بعد. ايه يا عم؟ ليه ده كله؟ ليه؟ وبعدين الاهلي يعمل فتره معايشه في الزمالك. طب تيجي ازاي؟ لا بجد تيجي ازاي؟ طالب في الجامعه يروح يعمل معايشه في طالب لسه في الابتدائي ازاي؟ عايزين حد بس يفهمها لنا كده بالراحه. طالب في الجامعه ومن المتفوقين يروح يعمل معايشه مع طالب في الابتدائي؟ مفيش وجه مقارنه، والله ما في وجه مقارنه تماما. وبصراحه احنا بنحب نتفرج عليكم عشان نضحك، والله بنحب نتفرج عليكم عشان نضحك. بخصوص الموقف اللي حصل ده، في قصه صغيره كده يعني كانت عجبتني، كنت انا قريتها يعني من فتره. بيقول لك في جنينه الحيوانات حصل خلاف بين قرد وبين حمار. الحمار بيقول للقرد الزرع ده لونه ازرق، والقرد بيقول للحمار لا ده لونه اخضر. قال له لا ازرق، قال له لا اخضر. قال له خلاص احنا هنروح بقى للاسد اللي هيفصل بيننا، وهو اللي هيحكم. راح الحمار والقرد للاسد.
الحمار بيقول للاسد انا بقول للقرد الزرع ده لونه ازرق، والقرد مصمم ان الزرع لونه اخضر. الاسد بيقول للحمار انت شايف ان الزرع لونه ايه؟ قال له ازرق. قال له خلاص. فقال له حكمك بقى. مستنيين الحكم بتاع الاسد. الاسد حكم على القرد ان هو يطلع بره الحديقه، ومشي الاسد. طلع ورا منه القرد، قال له يا ملك الغابه، يا ملك الغابه، هو فعلا الزرع ده لونه ازرق؟ قال له لا لونه اخضر. قال له طب ما انا قلت ان الزرع لونه اخضر، طب انت بتحكم عليه ان انا اطلع بره الغابه ليه؟ قال له عشان انت بتناقش واحد حمار، عشان انت بتناقش وبتجادل حمار. انا نفيتك عشان انت بتجادل الحمار. فهي دي قصه يعني عجبتني انا شخصيا بصراحه. يعني في قرد يروح يناقش واحد، يروح يناقش الحمار، الحمار يقول احمر ازرق اصفر، ما ان شاء الله حتى يقول لك ده لونه بامبا. ايه المشكله؟ اقول له ماشي، الزرع لونه بامبا يبقى لونه بامبا، هو الحمار شايف كده. فانت بقى تروح بقى تمسك في ديل الحمار وتشد. طب تيجي ازاي؟ كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ورب تكون عجبتكم، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.